ستوب. اجمع عندي هنا يا مهندس يا معماري منك ليه. الحلقة دي ليك وليها، ولو بتفكروا تهاجروا لكندا ومش عارفين ازاي فانتوا جيتوا للمكان الصح. هنتكلم عن تفاصيل معادلة المعماريين وازاي توصلوا لكندا في سلسلة من الحلقات اللي هتديك من الاخر الخلاصة. وبالمناسبة الطريقة دي انا مجربها مع 3 من اصحابي وهم دلوقتي في كندا، يعني مش بضحك عليكم، يعني بالتأكيد هتشتغل. استنونا في الحلقة دي. اهلا بيكم في الجزء الاول من المعادله المعماريه، الحلقه اللي طال انتظارها وطلبتوها مني كتير. انا احمد حمائي، والنهارده هنتكلم عن ازاي ممكن تعادل شهادتك المعماريه لو عايز تهاجر الى كندا في 2024، وهحاول ان شاء الله اني اساعدك على تحقيق حلمك. تابعونا. واخيرا مبروك لكل المعماريين، اخيرا تم الاعتراف بينا من اداره الهجره الكنديه IRCC، وتقدر كمان تعمل المعادله المبدئيه لشهادتك من خلال موقع CACB اللي هي الكنديان اركتكتشرال سيرتيفيكيشن بورد. قبل كده كنا بنحتاج ندخل على موقع الويس عشان نعمل المعادله، وقبل ما نقدم على الهجره وندفع $300. ولكن في 20 مايو 2024 ال IRCC عملت اتفاقية مع ال CACB ان احنا نقدر نعمل ال ECA Education Certification Assessment من خلالهم على طول بدون ما تحتاج تدفع $300 في الاول للويس وبعدين ترجع تدفع تاني لل CACB. وده بيعتبر اهم خطوة في بداية المشوار للهجرة. طب هل ده معناه ان انت كده خلاص طالما عادلت اول مرة ان انت كده مش محتاج تعادل تاني؟ لا، في معادلة تانية، دي اللي اسمها المعادلة التفصيلية، انما اللي احنا بنعمله دلوقتي معادلة اولية. ايه ده، انتوا لسه ما عملتوش سبسكرايب ولايك؟ طب يلا اعملوا لنا سبسكرايب ولايك بسرعة، وما تنسوش تشيروا الفيديو مع كل المهندسين المعماريين اللي تعرفوهم، وساعدونا كمان نوصل ل 5000 سبسكرايبر في اسرع وقت. طب خلينا نفهم كده ان المعادلة الاولانية دي هي المعادلة اللي هدفها في الاساس ان انت تقدر تثبت لادارة الهجرة الكندية، اللي هو سواء كان اكسبرس انتري او هجرة في مقاطعات، ان شهادتك المعمارية اللي انت خدتها من دولتك تعادل الشهادة المعمارية اللي بيدوها في كندا. طيب يلا بينا نبدأ ونحكي بالتفاصيل. اول خطوة هتدخل على جوجل وبعد كده هتعمل سيرش على CACB. هيظهر لك 4 اختيارات، دول مالكش دعوة بيهم، هنشرحهم بالتفصيل في الفيديوهات اللي جاية كلها. دوس على ECA اللي هي بتسمح لك انك تبدأ تعمل الشهادة بتاعتك، وهتدخل وتبدأ تعمل اكاونت، وهقول لك هنستفيد ايه بالاكاونت اللي انت عملته ده. ايه هي المتطلبات؟ عشان يرضوا اصلا يدرسوا اوراقك ويفتحوا يشوفوا الدنيا لازم تكون واخد بكالوريوس عمارة 5 سنين، وكمان هيحتاجوا منك اصول وصور من حاجات مهمة قوي. شهادة التخرج نفسها دي ممكن تبقى اصل او صورة، ما عندهمش مشكلة، وبنستخرجها من الجامعة ولازم تكون باللغة الانجليزية. بالاضافة ان اصل الشهادة بتاعت الكورسات اللي انت درستها وبيان الدرجات اللي هي بيسموها Original Academic Transcript، كل الحاجات دي لازم تكون مترجمة لإنجليزي. واحترس، بقول اهو، ما تبعتش صورة للترانسكريبت عشان هتترفض، ده من الآخر. احترس من النقطة التانية، شهادة بيانات درجات لازم الجامعة تبعتها في ظرف مغلق ومختوم عليه ختم ومتشرط من ورا. طيب هيجي واحد يقول لي يا احمد ما انت عارف اللي فيها، ما احنا الجامعات في مصر ولا بتبعت حاجه ولا هتودي حاجه والورق بتاعي هيضيع وفلوسي هتروح مني في الارض. طيب بص يا سيدي، انا بقول لك اللي هيحصل ان حضرتك هتجيب شهاده التخرج بتاعتك، انا اقول لك ابعت الاصل، وهات شهاده الاوريجينال ترانسكريبت بتاعتك، والاثنين لازم يكونوا مختومين وممضيين زي اللي انت عارفه، الامضاءات بتاعتنا في مصر عليهم ختم نسك. خلي الجامعه تحطها لك في الظرف ويكونوا بالانجليزي، وتقفل الظرف ويختموا لك على الحته الطرف اللي هو بيتقفل بتاع الظرف ده، ويشرطوا جنبها يمين وشمال بدليل يثبتوا يعني ان الظرف ده مقفول. طيب هل كده خلاص؟ لا، هقول لك اللي هتعمله قبل ما تروح فيديكس او ارامكس عشان فلوسك ما تروحش عليك. تابعني للنهايه ارجوك واكتب الخطوات دي واحده واحده. الخطوه اللي بعد كده، اوعى تنسى تكتب الرقم اللي خدته اللي هو اسمه ECA وبعدين في شويه ارقام كده على الظرف من وشه، اسمك وايميلك ورقم تليفونك والبلد اللي انت بتبعت منها. هتقولي طب انا اجيب الكلام ده منين؟ مش انا قلت لك في الاول خش على ECA واعمل اكونت هيدوك رقم؟ هو الرقم ده اللي هتحطه على وش الظرف. ده مهم جدا جدا، يا اما هيرفضوا لك الملف ويرجعوه لك تاني. احترس من نقطة كمان مهمة جدا، اوعى تبعت الاوراق باللغة العربية، بعيدها تاني. الاوراق لازم تكون يا باللغة الانجليزية يا باللغة الفرنسية. الحاجة الأخيرة، بما إنك هتبعت الأوراق زي ما قلت لك فيديكس وأرامكس أو أي من الناس اللي بيبعتوا الورق دول، لأنهم الشركات دي كلها مسؤولة إن هي تسلم يدا بيد. واحد هيجي يقول لي ما أنا عارف البريد المصري وهبعته،
لا يا حبيبي، البريد المصري لو ضيع لك ورقك ما ترجعش تعيط، لانك هتعيد كل ده تاني. انا عايز اقول لك ان انا نفسي لما جيت استلم الشهاده من السي اس بي، شهاده المعادله بتاعتي، بعتوا لي رسميا وطلبوا مني اني ابعت لهم فيدكس او ارامكس، لان كتير جدا من المصريين اشتكوا ان شهاداتهم ضاعت من البريد المصري. فارجوك ركز في الخطوات اللي بقولها. تقييم الشهادات بتاعتك ممكن ياخد من اسبوع لشهر بالكتير قوي، عشان كده من الافضل ان انت تبدا في العمليه باسرع وقت ممكن. وبتتكلف $325 غير شامله للضرائب، اللي هي حوالي 13%، يعني الاجمالي هيكون 367 و25 سنت كده. وما تنساش تبعت الريسيت بتاع الدفع اونلاين مع الاوراق، يعني لو قدرت تبعته اوكي، ما قدرتش مش مشكله، بس هو يفضل ان انت تبعته في الاوراق عشان يكون اوراقك كلها جاهزه. عملنا المعادله، خلصنا، احوالك تمام، الدنيا جاهزه، الطريق قدامك متمهد. حاجه من اتنين، يا هنروح اكسبرس انتري يا هنروح هجره مقاطعات. طيب هيسالني حد يقول لي هو ايه يا احمد الفرق بين الاكسبرس انتري وهجره المقاطعات؟ احنا كمهندسين معماريين اعتقد ان احنا محظوظين جدا. عندنا الاكسبرس انتري تقدر، ده البرنامج الاشهر اللي الناس كلها بتستخدمه، اللي هو انك ده برنامج معتمد على النقاط، وبالتالي فبيديك نقاط على اللغة، على الخبرة الكندية، على تعليمك، على عمرك، كل شيء كل شيء. وبالتالي فهو بيجمع مجموعة نقاط ويطلع لك زي سكور في الآخر، وتتحط فيه زي مسابقة مع ناس كتيرة جدا. لو السكور بتاعك عالي، والله يا سيدي انت راجل رائع، انت بتتكلم انجليزي وفرنساوي، عندك خبرة كندية ودراسة كندية، يا سلام، ده انت كده وصلت. والله لو كل الحاجات اللي قلتها لك دي مش متوفرة، في سكورك هيبقى أقل، فرصتك أضعف في الإكسبرس انتري. طيب نزهق؟ لا مش هنزهق، هنروح للسكة التانية اللي هي سكة إيه؟ سكة هجرة المقاطعات. لما بتجمع الأوراق الكتيرة قوي دي، إيه اللي بيحصل في هجرة المقاطعات؟ حضرتك هتقعد كل يوم تصحى 7 الصبح، طول ما انت في الشغل، طول ما انت في البيت، طول ما انت نايم صاحي، بتتابع ساسكاتشوان، بتابع اونتاريو، كل يوم اشوف فتحوا طالبين مهندسين معماريين ولا لا، طلبوا مهندسين معماريين ولا لا. انا في السنه بتاعتي فتحت في يوم من الايام هوب لقيت مطلوب مهندسين معماريين، طالبين 34 مهندس، قمت داخل عامل حاجه اسمها اكسبريشن اوف انترست. هوب بالظبط في 5 دقايق مليت اوراقي، وانا كنت مجهز اوراقي من ايه؟ من الاكسبرس انتري. فكانت الدنيا جاهزه، ابلود ابلود ابلود، هوب دخلت عملت الاكسبريشن اوف انترست بتاعي. 3 اسابيع ردوا عليا قالوا لي مبروك يا احمد، احنا عايزين نكمل دراسه ملفك كمهندس معماري. وبالتالي فطريقي مشي مع هجره المقاطعات، وكنت لسه شغال في الاكسبرس انتري، قلت مش هنخسر حاجه. وبالتالي يا سيدي بعد كده قام الاوفيسر باعت لي مجموعه من الطلبات الكتيره جدا، منها بقى الفلوس ومنها شهادات تاني ومنها حاجات كتيره جدا، وكملتها وقدمت، وربنا اراد وجات لي هجره المقاطعات. طيب في نقطه مهمه جدا، ايه الفرق بين الاكسبرس انتري وهجره المقاطعات للمعماري؟ لو رحت اكسبرس انتري امورك هتمشي تمام، ولو نجحت هتعدي وهتتوكل على الله وتاخد هجره عاديه اكسبرس انتري. طب لو رحت للمقاطعه، هم عملوا لك نومينيشن كمهندس معماري. ارجع معايا كده لورا، كان في 4 اختيارات على السي اس بي اللي قلت لك سيبهم دلوقتي مالكش دعوه، هنتكلم عليهم بعدين. فلو دخلت هجره المقاطعه واتقبلت منك، اول ورقه هيطلبوها منك المعادله الكامله المفصله للمهندس المعماري من السي اي سي بي، ولازم ترجع لهم بشهاده السي اي سي بي معتمده. في الحاله دي غالبا بتاخد من 6 شهور 7 شهور المعادله، 4 ل6 شهور عشان يدوك الاوكي التمام. فانا نصيحتي ابدا في السي اي سي بي بدري، ما تستناش. يعني لو انت معاك فلوس وجاهز ادخل فيها، وهنشرحها بالتفصيل في الجزء الثاني. الجزء الاول بس انا بشرح عامه الموضوع، وهقول لكم بقى بالتفصيل، وهندخل ونشوف بقى ازاي نحط الكورسات بالاوقات بالمواعيد بتاعتها بعدد الساعات بالتفصيليه بتاعت الكورس، وندرسها بالتفاصيل. طيب خلينا نرجع تاني نتكلم على الاكسبريس انتري. يعني لو انت عايز تحسن فرصتك، انا نصيحتي ذاكر ايلتس وتف على قد ما تقدر، التفت بتاع الفرنساوي تجيب اعلى سكور. وبصراحه حاول من اول مره، لان الامتحانات غليت. انا بدات الامتحان كان ب 600 جنيه، اعتقد دلوقتي وصل 4000 5000 جنيه حاجه كده المره الواحده. فاتمنى ان انتوا يعني ربنا يوفقكم وتنجحوا فيه. الحاجه التانية اللي عايز اقولها، انك ممكن تبدا تحاول تكونكت مع ناس على انديد ولينكد ان كده، وانت في مرحله الايه، البحث عن عمل يعني في البدايه. طيب في شويه مكاتب معماريه احب اذكرها برضو، اللي حابب يعرف ويدخل ويبدا يشوف الويب سايت، وهسيب لكم اللينك تحت في الديسكريبشن تحت، زي كور اركيتكتس، حريري بونتاريني، عندنا كي بي ام بي،
كل الناس دي من العمالقه، وعندك سويني اند كو، كلهم عمالقه في الماركت وعندهم مشاريع ضخمه. سيب لكم اللينكس تحت، خشوا اتفرجوا عليهم وحاولوا اتكلموا مع الناس، اعرفوا منهم، شوفوا الدنيا، فهموا الحياة الكندية دي عبارة عن ايه. طيب في خطوة كمان هتكلم عليها في الجزء الثالث، الحلقة الثالثة، وهي الاو بي سي. يعني ايه الاو بي سي، وايه قصة الكود المعماري الكندي، وايه الليلة دي، ايه وجع الدماغ ده؟ ده هنشرحه برضه في جزء ثالث، يعني هيبقى لينا حلقة ثالثة هنتكلم عليه بالتفصيل الممل بقى، يعني ندخل فيه شوية في عمق يعني. ويعني الحاجة اللي عايز اقولها لكم كمان، ان الهجرة مش بس انك تلاقي وظيفة او ان انا يلا عايز اطلع على كندا، ولكن لازم تستعد للحياة في كندا. الحياة في كندا صعبة، مش سهلة. كندا دولة غنية بالتنوع الثقافي، ممتازين، عندهم حتة احترام كده للبني آدم، ولكن جو برد والدنيا تلج، وهيكون في تحدي جامد لو انت من الناس اللي جايه من دول دافية وما تقدرش قوي تقاوم يعني الساعة. وفي طبعا معوقات، وفي حتة كده عنصرية ساعات بتظهر، وفي مشاكل كتيرة، ولكن لازم يبقى قلبك جامد شوية. فالهجرة لكندا كمهندس معماري ممكن تكون حلم هيتحقق لو اتبعت شوية الخطوات الصح اللي أنا بحكيها لك. ولكن افتكر دايما إن النجاح بيحتاج الصبر، تخطيط، توكل على الله، مثابرة. ده كان الجزء الأول من شرح الهجرة للمهندسين المعماريين. الجزء الثاني هشرح بالتفصيل CACB وإزاي نعمل المعادلة المفصلة اللي هتسمح لك بتسجيل نفسك في نقابة المهندسين المعماريين في أونتاريو OAA، وإنك تكمل مع هجرة المقاطعات. اما الجزء الثالث هيكون هو الاو بي سي، وهندخل بعمق شويه في حته الزونينج، وحته اللي بيسالوك عليها كمهندس معماري في الانترفيوهات، وازاي اجهزك انك تبقى مهندس معماري داخل جاي لهم من الخليج او من مصر، قوي من الاخر، عارف داخل تقول ايه في الانترفيو. اتمنى يكون الحلقه عجبتكم، اتمنى تشيروا الحلقه مع اكتر عدد من الناس وتشاركوها. عايزين نوصل ل 5000 سبسكرايبر، ساعدونا. ولو عندكم اي اسئله انا جاهز اساعدكم. لو انت حتى شغال دلوقتي في الاجراءات ابعت لي انا هجاوبك. وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ونشوفكم على خير في الحلقه الجايه. انتظرونا، تنسوش شير وسبسكرايب. نشوفكم على خير.